في الخميس ممكن تعمل اكل وتكمل يعني الجمعه. انا ما اقدرش اقف على. سمك ايه بقى؟ طيب ما انت كيف شغل؟ قلت لا، قلت مش هقف اعمل اكل انا وهتاخر يعني. اتنين اتقتلوا في شقة في محافظة القاهرة، والمنظر اللي كانوا فيه كان فضيحة. في يوم الجيران سمعوا صوت صريخ جاي من شقة هاني اللي في الدور اللي فوق. الناس طبعا اتلموا وطلعوا علشان يشوفوا ايه الموضوع، ولكن وهم طالعين شافوا 4 شباب نازلين من فوق، وكان في ايديهم سكاكين وهدومهم كانت غرقانة دم. الناس فضلوا ماسكين فيهم لحد ما دخلوهم في شقة وقفلوا عليهم علشان يعرفوا ايه الحكاية. اتصلوا بالشرطة وبلغوهم ان في 4 شباب هنا هم محتجزينهم، واكيد عملوا جريمة في شقة هاني. لحد دلوقتي ما كانش لسه حد يعرف ايه اللي تم فوق. قبل ما الشرطة توصل كان الجيران غلبهم الفضول وقرروا ان هم يطلعوا شقة هاني علشان يشوفوا ايه الحكاية. وكانت الكارثة لما دخلوا الشقة ولقوا هاني مقتول ومرمي قدام باب الشقة من جوه. وما كانش لوحده، ده كان في واحدة تانية معاه في الشقة وكانت مقتولة على سرير جوه، والاتنين طبعا كانوا بدون ملابس، وواضح كده انهم كانوا بيعملوا علاقة محرمة مع بعض. الشرطة كانوا وصلوا ونقلوا ال4 شباب على القسم علشان يتم التحقيق معاهم، ونقلوا الجثتين على مشرحة زينهم للتشريح. تعالوا بقى نروح لقسم الشرطة ونعرف ال4 دول قالوا ايه. اول واحد اتكلم وقال ان مريم اللي كانت مع هاني في الشقة تبقى مراته، يعني تبقى مرات الشخص اللي قتل هاني. طيب ال3 التانيين، تاني واحد قال ان هو اخو الزوج، يعني مريم دي تبقى مرات اخوه، والاتنين التانيين كانوا اخوات مريم. تعالوا بقى نرجع كام يوم لورا علشان نعرف القصة كاملة.